السلام عليكم، أهلا بحضراتكم. اللي هتسمعوه دلوقتي ممكن يخلي صوتكم ليه قيمة كبيرة جدا أو يكون السبب لو معرفتهوش إنكم تخسروا حقكم من غير ما تعرفوا. حلقتنا دي من سلسلة قانونية بعنوان الحقوق السياسية للمواطن المصري. في السلسلة دي هنتكلم عن حاجات كتير جدا تخص الانتخابات وحقوقنا وواجباتنا كمواطنين، زي ما تعودتوا معانا بشكل بسيط وواضح من غير أي تعقيد. في البداية زي ما حضراتكم عارفين إن من حق كل مواطن بلغ 18 سنة الإدلاء برأيه في أي انتخابات أو استفتاءات، بس هل تعرفوا إن في فئات ممنوع عليها ممارسة الحق ده بقوة القانون؟ الفئات دي حددها القانون اللي هو قانون مباشرة الحقوق السياسية في حالتين لازم نفرق بينهم، وهما الإعفاء والحرمان. الإعفاء من الانتخاب أو التصويت أو ممارسة الحقوق السياسية بيكون لفئات بعينها زي ضباط القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة، وده بيكون طول فترة خدمته. أما الحرمان فهو أمر مختلف تماما وبيكون في حالات معينة، وهي على سبيل الحصر كالتالي: أولا المحجور عليه قضائيا، والمحتجز المصاب باضطراب نفسي أو عقلي في مصحة نفسية. وخلونا نوضح لكم النقطة دي لأننا بنتكلم عن فئة القانون بيعتبرها غير قادرة مؤقتا على ممارسة أهلية التصويت أو الترشح. يعني أي شخص صدر بحقه حكم قضائي بالحجر بسبب عجز قانوني في الأهلية، أو شخص عنده اضطراب نفسي أو عقلي وتم احتجازه في منشأة علاج نفسي، الشخص ده بيكون ممنوع مؤقتا من ممارسة حقوقه السياسية، وده سواء بالتصويت أو الترشح. والمنع ده طبعا مش مؤبد، لكنه بيستمر لحد ما يتم رفع الحجر القضائي أو يتعافى المواطن من حالته النفسية أو العقلية ويغادر المنشأة الصحية أو النفسية اللي كان موجود فيها. تاني حالة من الأشخاص المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية اللي صدر ضدهم حكم نهائي بات في جرائم جنائية، زي مثلا المدان بحكم في جرائم التهرب الضريبي ولازم الحكم ده يكون نهائي وبات، أو اللي صدر حكم نهائي بمصادرة أمواله، أو اللي اتفصل من جهة حكومية أو من قطاع الأعمال العام بسبب جريمة غير مشرفة. وكمان أي حد ثابت بحكم نهائي إنه ارتكب جريمة الإفلاس الاحتيالي، وبرضه اللي ثبت إدانته في جناية أو جريمة مخلة بالشرف زي السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو الرشوة أو التزوير، أو اللي ارتكب جريمة التهرب من أداء الخدمة العسكرية الوطنية. وكمان بيخش في القائمة دي كل من ثبت ارتكابه جريمة اختلاس مال عام أو اللي ارتكب جريمة الغدر. كل دي حالات للحرمان من مباشرة الحقوق السياسية سواء بالترشح أو التصويت على الانتخابات أو الاستفتاءات. وبعد ما استعرضنا لحضراتكم أسباب الحرمان من ممارسة الحقوق الانتخابية أو السياسية، السؤال اللي بيدور في ذهن حضراتكم دلوقتي هو: هل الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية ده بيكون برضه مؤبد؟ والإجابة طبعا لا. الحرمان اللي ذكرنا أسبابه بيستمر لمدة 5 سنين من تاريخ وقوع السبب، سواء السبب ده كان بقى حكم جنائي أو تهرب أو فصل أو غيره. والقانون ما بيسمحش بالتغاضي عن الأسباب دي إلا في حالتين فقط. أول حالة هي صدور حكم قضائي برد اعتبار الشخص المحروم من ممارسة حقوقه السياسية، أو في حالة صدور حكم بوقف تنفيذ العقوبة. والكلام ده طبعا بينقلنا لنقطة مهمة جدا: في حالة ثبت قيام شخص بمشاركة سياسية معينة وهو من المعفين أو المحرومين من حقوقهم السياسية، إيه العقوبة اللي بتطبق على هذا الشخص؟ في الحقيقة إن القانون عالج النقطة دي وقال إن أي حد يمارس نشاط سياسي سواء بالترشح أو التصويت في الانتخابات وهو عارف إنه معفي أو محروم من ممارسة حقوقه السياسية بيعرض نفسه لمسؤولية قانونية مباشرة. والعقوبات هنا بتختلف حسب نوع المخالفة اللي ارتكبها الشخص وتتراوح بين الحبس والغرامة المالية. ده بالإضافة إن كمان بيتم إبطال الأصوات الانتخابية بالكامل أو اللي اتضح إنها نتجت عن ارتكاب المخالفة دي. أتمنى أكون وفرت لحضراتكم معلومة قانونية مفهومة وسهلة. استنونا في حلقة جديدة موضوعها هيتحدد حسب أهم القضايا اللي بتسألوا عنها أو اللي بتهم الناس واللي بشوفها دايما في التعليقات. وبالتأكيد ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. حفظ الله مصر وشعبها الكريم العزيز الغالي، وفي أمان الله.